السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وبعد، نعود إلى شرح كتاب الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى كيفية التعامل مع الخدم والعبيد، ووصلنا إلى الباب 87 في هذا اليوم 19 من شهر ذي الحجة لسنة 1429 هجرية، الموافق ل17 من شهر ديسمبر 2008 ميلادية. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تحت الباب 87: باب الخادم يذنب. ثم روى بسنده تحت الحديث 166 عن لقيط بن صبرة عن أبيه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودفع الراعي في المراح سخطة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحسبن، ولم يقل لا تحسبن، إن لنا غنما 100 لا نريد أن تزيد. فإذا جاء الراعي بسخطة ذبحت مكانها شاة. فكان فيما قال: لا تضرب ضعينتك كضربك أمتك، أو كضربك أمتك، وإذا استنشقت فبالغ إلا أن تكون صائما. هذا الحديث صحيح، وقد رواه أبو داود بأتم منه. هذا الصحابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطالبا منه النصيحة. جاء في وفد وجاء إلى المدينة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الراعي أن يذبح شاة. فكأن هذا الصحابي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتكلفوننا، يعني ما كلف الذبح. فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أننا لم نذبحها من أجلك، وإنما عندنا عادة أن عندنا غنما 100 لا نريد أن تزيد، فإذا منتجت شاة فيذبح مكانها شاة حتى تبقى دائما 100. فبين النبي عليه الصلاة والسلام هنا أنه لم يتكلف لهم بالذبح، لم يتكلف لهم بالذبح. ثم أخذ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فبين له نصحه، قال: لا تضرب ضعينتك. الضعينة هي المرأة، والضعن هو السفر. قيل لها ضعينة لأنها تنتقل مع زوجها، ولن تنتقل من بيت أبيها إلى بيت زوجها، ثم إذا انتقلت إلى بيت زوجها تنتقل مع زوجها حيثما ذهب إذا أراد أن يسكن في بلد آخر. في رواية أبي داود
في رواية أبي داود أن هذا الصحابي اشتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، شكى إليه بذات لسان امرأته، شكى إليه أن امرأته بذيئة اللسان، يعني لسانها صغير وتتكلم بكلام قبيح، فقال له فطلقها إذا. قال قلت يا رسول الله إن لها صحبة ولي منها ولد. قال فمرها يقول يرضع، فإن يكن فيها خير فستفعل. يعني أمره في أول الأمر أن يطلقها، والأمر هنا ليس للوجوب، ولكن قال يا رسول الله هذه المرأة عندي عشرة عام، وقال أن لي منها ولد، فعند ذلك قال عليه الصلاة والسلام مرها، يعني عظمة، فإن يكن فيها خير فستفعل، ولا تضرب ضعينتك كضربك أمتك، يعني لا تضرب المرأة الزوجة كما تضرب الأمة، لأن الحرة لا تعامل كما تعامل الأمة. طيب، ما حكم ضرب الرجل لامرأته؟ ضرب الرجل لزوجته متى يكون؟ أولا يكون عند نشوزها في حقوقه لا في حقوق الله، في حقوقه لا في حقوق الله. يعني المرأة إذا لم تصلي مثلا لا يضربها الرجل، إنما يعرف. أما متى يجوز له الضرب؟ يجوز له الضرب إذا قصرت في حقوقه. إذا قصرت في حقوقه فله أن يضربها إذا رأى أنه لا يصلح إلا الضرب، فيكون الضرب للتأديب وليس للتشفي. الضرب في الإسلام عنده شروط وعنده آداب وعنده أحكام. شوف هذا الإسلام العظيم الذي جاء به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ما من شيء إلا وبينه لنا ووضحه لنا. الحمد لله على نعمة الإسلام والسنة. حتى الضرب عنده حدود، عنده شروط، عنده آداب. مش تضرب ضرب، مش تضرب لأي سبب، ومش تضرب بأي طريقة كما يفعل بعض الناس. مش كاين قدامه يضرب كرسي، قدامه يضرب كرسي، زجاجة. حتى بعض الناس لشدة الغضب يضرب وليده، شد وليده سكات يضرب به، إذا غضب يضرب وليده. هذا قمة الجنون، نسأل الله العافية. كاين ناس هكذا يشد وليده، واحد زعف ولا زوجته زعف من شدة الغضب يرفض في يده هذا الصغير الواضع ويضرب به، ومن بعد يزوفه ويقول لا ما عنديش مشكل صافي خطأ. فإذا حكم ما حكم ضرب الزوجة المرأة هذا جائز يجوز، لكنه خلاف الأولى. الأفضل عدم الضرب. ماشي كما راهم يقولوا الآن أصحاب حقوق المرأة حبوا يحرموا الضرب. كاين جمعيات الآن في العالم ضد ضرب المرأة، مهما دارت المرأة ما تضربهاش زوجها، هذا خطأ. قال تعالى قل أأنتم أعلم أم الله. كاين بعض النساء لازم تضربها، ولكن يقول لك لازم تضربها بآداب وشروط. أولا يشترط
أن يكون الضرب للتأديب لا للتشفي، لا لإخراج الغضب الذي جئت به من الشارع. كاين الناس غضبوا في الشارع، الغضب يعود يصبوا على زوجته، هذا لا يجوز. وكذلك الضرب للتأديب في حقوقك لا في حقوق الله، لأن حقوقنا مبنية على ماذا؟ مبنية على التسامح، وحقوق العباد مبنية على التشاح. طيب، إذا سمح لك بالضرب فيكون الضرب غير مدمن. ايش معنى غير مدمن؟ ما يخرجش الدم، ولا مبرح. ما معنى مبرح؟ يبان، يعني تضرب حتى يبان فيها الضرب، تنتفخ ولا تولي زرقاء ولا تولي خضراء الجلد تاعها. ولا شائن، ما يكونش فيه شيء، بمعنى يخلي الآثار. ولا مخوف، مش ضرب مخوف يؤدي إلى أمراض نفسية، يؤدي إلى هذه الشروط. معناها لا يكسر عظما ولا يجرح عضوا. لا يكسر عظما ولا يجرح عضوا. لأن ما يكسرش العظم وما يجرحش عضو، لأن المقصود من الضرب الصلاح لا غير. تضرب الزوج تاعك باش تصالح. ولا يضرب الوجه، كاين الناس يضربوا النساء تاعهم في الوجه يحوطها عينها، خاصة إذا كان يتيم وهو حقار، ما عندهاش خوتها، كان عندها خوتها 10 خوتها، ولا يجوا يصيروه يحطوا في عيونهم. كاين الناس حقارين، لكن ربي ينتقم منهم. تحقر اليتيمة ولا تحقر اللي عندها باباها كبير في السن، يجيك الجواب الخاطئ. طيب، لا يضرب الوجه ولا يضرب إلا في البيت. كاين الناس يزعف على مرته في الزنقة يعطيها كف دم الناس في الحانوت في السوق، شري لي ما نشري لك، شري لي ما نشري لك، $6. هذا هما اللي بسببهم داروا الناس جمعيات